ازيكم يا حلوين يا طيبين يلي دايما بتدوروا على تطوير نفسكم وتحسين حياتكم، حتى لو بخطوة صغيرة. النهاردة هنتكلم عن حاجة يمكن تبان بسيطة، بس والله هي من أهم أسرار النجاح الحقيقي. أول دقيقة بعد ما تصحى من النوم. والله الدقيقة دي ليها تأثير كبير جدا على بقية يومك، وعلى نفسيتك، وعلى إنجازك، وعلى طاقتك كمان. لو عايز تبدأ يومك صح، يبقى لازم تكون أول دقيقة دي مختلفة. عايزين تعرفوا الطريقة؟ يلا بينا نعرف السر بيمشي ازاي. عارفين دماغكم بتبقى عاملة ازاي أول ما بتصحوا من النوم؟ أول حاجة أول ما تصحى عقلك بيكون في حالة اسمها سيتا، أو اللاوعي النشط. يعني أي حاجة بتدخله بتثبت بسرعة، سواء كانت حاجة سلبية أو حاجة إيجابية. يعني لو أول حاجة عملتها إنك فتحت الموبايل وشفت أخبار وحشة أو حد مضايقك على السوشيال ميديا، دماغك على طول بتبدأ يومها على التردد ده. لكن بقى لو أول حاجة قُلتها لنفسك كانت كلمة حلوة، أو بدأت يومك بابتسامة أو دعاء أو نية حلوة، بتدخّل دماغك في موجة تانية خالص هادية ومنتجة ومتفائلة. تعالوا معايا أقول لكم على خطوات بسيطة جدًا لو عملتها أول ما تصحى هيفرقوا في يومك بشكل مش طبيعي. أول حاجة، ما تفتحش موبايلك أول ما تصحى، ادّي لنفسك أول 10 دقايق هدوء، من غير شاشات، من غير إشعارات، من غير توتر. تاني حاجة، خد نفس عميق 3 مرات ورا بعض. خد نفس وطلعه بالراحة، وحس بجسمك وحس انك حي، وانك قادر تبدأ من جديد. تالت حاجة، قول لنفسك كلمة حلوة: انا استاهل يوم جميل، انا هحقق حاجة النهاردة، ربنا هيكرمني. حتى لو مش مصدق اللي انت بتقوله، قوله وهيوصل لعقلك مع الوقت. رابع حاجة، اشرب كوباية مية كبيرة. جسمك طول الليل من غير مية، فالمية بتساعد جسمك يفوق وبتخلي مخك يشتغل. خامس حاجة، حرك جسمك شوية. حتى لو انت قاعد على السرير، افرد ظهرك، مدد ايدك، لف رقبتك شوية. الحركة دي بتطمن جسمك انه صحي ومستعد. سادس حاجة، حدد نيتك لليوم. اسأل نفسك: انا النهاردة عايز احقق ايه؟ ايه اهم حاجة لازم اعملها؟ ايه الحاجة اللي لو عملتها هحس ان انا انجزت؟ عارفين ليه الحاجات دي بتفرق؟ لأنك لما تبدأ يومك بالطريقة دي، انت مش بس بتكون هادي ومتفائل، لأ، انت كمان بتحط عقلك في وضعية أنا اللي بتحكم مش الظروف. يعني بدل ما بتسيب اليوم ياخدك وتتبهدل بين الناس والمشاكل والضغط، لأ، انت اللي بتقود اليوم، وانت اللي بتقرر تبدأه ازاي. والموضوع ده مش بيظهر من أول يوم، ده تراكم. يعني كل يوم بتعمل كده، عقلك بيتبرمج على إنه بيكون منظم ورايق ومنتج، وساعتها هتلاقي حاجات كتير بتتغير في حياتك من غير ما تحس. أقول لكم على سر، أنا واحدة من الناس كنت كل ما أقوم من النوم لازم أمسك التليفون على طول، وأقول هبص بصة سريعة على الأخبار وأشوف لو حد بعت لي حاجة أو لأ. البصة السريعة دي كانت بتاخد مني ساعة لساعة ونص من غير ما أتحرك من السرير. كنت باقوم بعدها متضايقة، مش قادرة إن أنا أنجز أي حاجة في حياتي، ولا في البيت، ولا في حياتي أنا الشخصية. كان اليوم كله بيُقف، ولو كنت قريت حاجة الصبح ضايقتني، كنت بافضل باقي اليوم كله متضايقة. من ساعة ما غيّرت الطريقة دي، وبدأت فعلًا أول ما أصحى من النوم أسيب التليفون تمامًا، وأقوم أبدأ أمارس حياتي اليومية الطبيعية، حياتي فعلًا اتغيّرت. ابتديت إن أنا أجيب نوتة وأكتب فيها نُقط كتير جدًا من الحاجات اللي أنا عايزة أعملها. كنت باكتب حاجات يعني مليون نقطة، علشان أشوف أنا هاقدر إن أنا أحقق إيه منها. مش لازم إن أنا أعمل النُقط دي كلها النهارده، لأ، أنا هاشوف أنا هاقدر أعمل إيه منهم. وكنت كل ما باعمل حاجة أعلّم جنبها علامة صح، وآجي في آخر اليوم أشوف أنا حققت قد إيه من الإنجازات اللي أنا كنت عايزة أعملها اليوم ده. وفعلًا كنت بابقى مبسوطة جدًا لمّا ألاقي علامات الصح دي كتير، والحاجات اللي أنا ما قدرتش أعملها حاجات بسيطة. ابتديت إن أنا أنجز في يومي، ابتديت إن أنا أمشّي الكسل بعيد عني، ابتديت إن أنا أبعد بُعد تام عن الحاجات اللي كانت بتضايقني اللي ما ليش دخل بيها أساسًا. بجد أكبر غلطة كلنا بنعملها أول ما نصحى هي إننا نمسك الموبايل. أنتِ لسه عينِك ما فتحتش، دماغِك مش واصلة للعالم، وأول حاجة تعمليها إنِك تفتحي فيس أو إنستجرام أو تشوفي مين باعت لِك إيه. ليه؟ ليه تسلّمي يومِك من أول ثانية للطاقة دي؟ الموبايل أول ما تصحي عليه بجد بيوقّف اليوم.
دماغك بقت خلاص مليانة معلومات، صور وأخبار ومشاكل ناس تانية وانتي لسه حتى معرفتيش نفسك النهاردة. بتبقي ناوية تصحي تنضفي تصلي تفطري تروقي، وفجأة تلاقي نفسك عدى وقت كتير جدا وانتي لسه على السرير، وبعدين تقومي متعصبة ومستعجلة واليوم باظ والمزاج اتسمم. أنا بقولها لك من تجربتي، الموبايل أول ما تصحي عليه بيساوي نقمة مش نعمة. طيب صحينا من النوم خلاص وشربنا كوباية مية وما بصيناش في الموبايل خالص. تعالوا بقى نعمل نية. يعني ايه؟ يعني قبل ما نقوم من السرير حتى نسأل نفسنا، انا عايزة اليوم ده يكون شكله عامل ازاي؟ نفسي احس بايه اخر اليوم؟ ايه الحاجة البسيطة اللي لو حصلت هتفرحني؟ ومش شرط ان هي تكون انجاز كبير، بالعكس، النوايا الصغيرة هي اللي بتغيرنا. قولي لنفسك مثلا النهاردة ناوية أكون هادية حتى لو الدنيا ملخبطة، النهاردة هحب نفسي شوية زيادة، النهاردة هعمل حاجة واحدة بس تساعدني أتقدم ولو خطوة. النية دي بتبرمج دماغك إنك تلاحظي الفرص اللي توصلك لها وتخلي يومك ماشي في السكة اللي انت حددتيها، كأنك ماسكة الدفة من بدري. وسبحان الله، ساعات بتحصل لك مواقف صغيرة جدا بس تلاقي نفسك بتفكري وبتفتكري نيتك، فبتعديها بكل هدوء، أو بتفرحي بحاجة بسيطة كنتي ناوية عليها. هي دي قوة الوعي الصباحي، إنك ما تسيبيش اليوم ياخدك كده وخلاص، لأ، انتي بتختاري طريقك بنفسك. عارفين بقى ايه مفتاح السعادة الهادية؟ هو الامتنان الصباحي. يعني ايه؟ يعني في عادة صغيرة كده لو دخلتيها في روتينك الصبح هتغير لك نفسيتك تماما، وهتخليكي تبدأي يومك بطاقة بدل ما تستني حد يبهجك. انك تصحي وتعدي في دماغك او بصوت واطي كده 3 حاجات بس انت ممتنة ليهم، ده لوحده بيغير كمية جسمك ومخك. يعني مثلا قولي الحمد لله ان جسمي بخير وصحيت النهاردة من غير ألم، الحمد لله ان ليا بيت انام فيه وامان حواليا، الحمد لله على الناس اللي بتحبني حتى لو مش كتير. وكل يوم غيري، ممكن تشكري ربنا على شمس دخلت الأوضة، أو ريحة القهوة، أو حتى النوم اللي جه بعد تعب. أي حاجة صغيرة كانت أو كبيرة، المهم تحسي بيها وتقدريها. الموضوع ده مش كلام في الهوا، ده علم. الناس اللي بتمارس الامتنان يوميا بيكون عندهم هرمون السعادة أعلى، والتوتر أقل، ونفسيتهم بتكون أهدى. هو زي ما يكون بتقولي لعقلك أنا شايفة النعم مش بس المشاكل، والعقل بقى بيتبرمج على كده، فبيبدأ يشوف كل يوم حاجة حلوة. جربيها بس لمدة أسبوع وشوفي الفرق. خلاصة موضوع النهاردة إن النجاح مش بيجي فجأة ولا من خطوة واحدة، النجاح بيجي من عادات صغيرة بتتكرر كل يوم، ومن أول دقيقة بعد ما تصحي بتبدأ كل حاجة. ابدأي يومك بحب، بحب لنفسك وبنية خير وهدوء. ولو وقعتي يوم ما تزعليش، قومي تاني وجربي تاني. وما تنسيش أول دقيقة بعد ما تصحي هي سر كبير من أسرار النجاح، خليها لك انتي مش لأي حاجة تانية. أنا مبسوطة إنكم سمعتوني للآخر. لو عجبتكم الحلقة دي شاركوها مع اللي بتحبوهم، وسيبولي رأيكم علشان أعرف أكمل وأقدم لكم أكتر. أشوفكم في حلقة جديدة ويومكم جميل بإذن الله.